المخلل المحشي أو مخلل الضيوف. مخلل طعمته كتير طيبة ومنظره كتير مرتب على السفرة وببيض الوجه، خصوصا إذا عندكن عزايم. يلا نحضره سوا خطوة بخطوة. أول شي بدنا نجيب فليفلة حجم كبير، نغسله ومننضفه منيح، وهلأ بدنا نقطعها من فوق ونشيل القلب والبذور وننضفها من جوا بشكل كامل متل مو شايفين بالفيديو. وبس نخلّص منجهّز الحشوة. الحشوة ممكن تكون أي شي متوفّر عندكن. أنا عندي هون جزر مقطّع ومغسول ومقشّر، فاصوليا كمان مقطّعة ومغسولة، ولوبيا مقطّعة ومغسولة، وفليفلة، وخيار. انتو فيكن تحطّوا الحشوة يلّي بتحبّوها وتقطعوها بالشكل يلّي انتو بتحبّوه. نضيف للحشوة معلقة كركم صغيرة ومعلقة نعناع صغيرة وبحرّكُن منيح، وهيك الحشوة صارت جاهزة. وهلّأ بحشي الفليفلة بكل بساطة متل مو شايفين بالفيديو. وهلّأ بعد ما خلّصت صارت الفليفلة جاهزة عندي لتنكبس. شوفولي على هالمنظر شو بشهي وشو بيفتح النّفس. وهلّأ صار وقت نحط الفليفلة بالمرطبان. وهون بس في ملاحظة صغيرة، بس بدكن تعملوا هاد النوع من المخلّل يُفضّل إنكُن تجيبوا مرطبانات حجم كبير أو يكون على شكل مُربّع، هيك بتسهل عليكُن عمليّة ترتيب المخلّل جوّا المرطبان. أنا ما كان متوفّر عندي هاد الخيار فتعذّبت شوي، لهيك يُفضّل تجيبوا مرطبانات مناسبة لحجم الفليفلة. وهلّأ بعد ما حطيتُن داخل المرطبان ضفت توم، وهاد طبعاً اختياري، وحطيت على وجهُن شوية بقدونس. على فكرة البقدونس بيعطي طعم كتير طيبة للمخلّل وكتير بيطلع طيب بالساندويش. جربوه واعطوني رأيكُن. وهلّأ منجهّز المي للمخلّل، كل كاسة مي معلقة ملح ومعلقة خل ومنحركُن منيح سوا. وهلّأ منسكُب المي فوق المرطبان وهيك بيكون المخلّل جاهز عنّا. منسكره كتير منيح. أطيب مخلّل محشي بطريقة سهلة كتير كتير كتير. أنا فتحته لهاد المرطبان تقريباً بعد أسبوعين والطّعمة كانت كتير طيبة وخلص بسرعة من عندي من البيت وكل حدا داقه وحبّه كتير. جربوه واعطوني رأيكُن وإن شاء الله صحّة وعافية.